يا صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده نعمل فيديو لذيذ وسهل وبسيط كده. بما ان مثلا لو احنا في اخر الشهر كده والفرن قافله وما عندناش عيش، تعالى اقولك نعمل ايه. لو عندك نص كيلو دقيق هنعمل بيه احلى واسهل طريقه عيش ممكن تعمليها بدون خميره، وفي دقايق هتحضريها. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنعمل نركب بقى كوبايه النسكافيه على جنب، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في العيش. نص كيلو دقيق معايا زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، وعندي نص معلقه من البيكنج باودر زي ما انت شايفه كده. هنعجن بشويه ميه سخنين دي الملح، واحط معلقه سكر بيدي طعم حلو قوي في العجينه، سواء بقى تاكليه حلو او حادق. تاكليه بالطعم ده طعمه حلو قوي. هتعملي 11 رغيف من العيش زي ما انت شايفه كده. الميه تكون سخنه كده، قلبي، وهتفضلي تقلبي وتنزلي شويه بشويه ميه لحد ما تلاقي العجينه اتلمت معاكي. هنزلها بقى على الرخامه وابتدي اعجن فيها لحد ما تتلم معايا زي ما انت هتشوفي كده. تمام. اظن مفيش اسهل من كده، ولا لبن ولا بيض ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه على العجينه ولا خميره ولا اي حاجه. العجينه هتتعمل معاكي في دقايق، وهتعملي العيش زي ما انت هتشوفي دلوقتي. هشيل بقى المعلقه كده من العجينه بالشكل ده، وهنزل العجينه كلها على الرخامه، وتعالي نشوف هنعجنها ازاي. هي العجينه بتلزق شويه، هنحط لها شويه دقيق كده علشان ما تلزقش معاكي على الرخامه ولا في ايديكي. تمام. خلي بالك العجينه لسه سخنه، الميه اللي احنا حاطينها طبعا سخنه، فهتلاقيها سخنه معاكي شويه في ايديكي. سيبها تتهوى شويه وبعد كده ابتدي تعجني فيها. تمام. هي محتاجه شويه دقيق تاني بالشكل ده. بصي هي بتقطع معاكي ازاي. هقلع بقى الجوانب عشان الجوانب بصراحه مضايقني وبيمسك في العجينه. هقلع الجوانب واعجنها شويه حلوين، وهنرجع مع بعض اوريكم الشكل النهائي للعجينه عامل ازاي. صلى على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. احطي يعني بصي انا بقولك زودي العجينه عشان هي هتعجبك جدا. بعد ما تخلصي العجينه هتندمي ان انت ما عملتيش كيلو دقيق. انا ندمت ان انا ما عملتش كيلو دقيق، قلت يا ريتني كنت زودت الدقيق شويه من حلاوه العجينه ومن حلاوه طعم العيش. العجينه استريحت معايا، هبتدي اكورها طبعا حجم الرغيف اللي يعجبك وحجم الطاسه اللي انت هتعملي فيها. عملت معايا 11 رغيف بالشكل ده. تمام كده. ابتدي بقى ارش شويه دقيق كده، وهبتدي افرد العجينه تلزق معاكي. رش شويه دقيق مش هتنشف ولا تقولك اي حاجه. طبعا العجينه بتلزق معاك عشان الميه كانت سخنه. لو عامله بعجينه بميه دافيه مش هتعمل معاكي حاجه. هجيب بقى طبق كده واركن فيه العجين معايا بالشكل ده. هجيب طاسه بقى سخنه على النار، اسخنها كويس بالشكل ده كده، وانزل باول رغيف. العين عاليه والطاسه سخنه قوي، وانزل بالعيش كده. مجرد ما يتشمع معايا هبتدي اقلب على طول. بصوا هعرف هقلبه على طول. لو لسه عجين طبعا مش هينفع تتقلب. ابتدي اقلب يمين وشمال لحد ما الرغيف معايا ينتفخ معايا. اسهل طريقه للعيش زي ما انت شايفه كده. مش هياخد معاكي دقايق وهتلاقي نفسك خلصتي. انا هنا جايبه فرشه فيها شويه ميه، وبعمل بنطر الدقيق زي ما انت شايفه كده اللي على الوش العجينه، عشان طبعا العجينه عليها دقيق كتير، فلازم بنشيله كده بميه شويه بالشكل ده. بصي الرغيف بينتفخ ازاي. الرغيف لو مخروم او في حته مفتوحه مثلا هتلاقيه ما بينتفخش معاكي. تشوفي الحته اللي فيها طالع فيها البخار فين وتسديها هتلاقيه اتنفخ معاكي على طول. انا طبعا كل مره بشطف الطاسه واسخنها كده علشان الدقيق طبعا ده بيحرق الطاسه. بصوا
نفضتها ورجعت عملت واحد تاني. بصوا ده ما شاء الله. طالما بتقلبي يمين وشمال وبتعليه الطاسه كده بالشكل ده، شوفي بينتفخ معاكي من غير ما تحطي خميره ولا اي حاجه. عايزه اقولك بقى تاكلي بيه جبنه، تاكلي بيه حلاوه، تاكلي بيه اي حاجه انت عايزاها. بصوا ما شاء الله كميه العيش عامله ازاي، طري ولذيذ جدا. ممكن تعملي صينيه زي الرقاق الطري بالظبط، لان هو نفس السمك بتاع الرقاق الطري، يمكن ده اطرى منه. الرقاق الطري ساعات بنجيبه من محلات بيبقى مجلد شويه وناشف، مش طري زي ما انت شايفه كده. ده ممكن تعملي بيه صينيه كده لحمه مفرومه او فراخ او جبن او اي حاجه. ممكن تلفيه كده زي العيش اللي هو العيش التورتيه او عيش الصاج زي ما انت شايفه. بصوا ما شاء الله طري ازاي، وطبعا اكتريته اتنفخ معاكي، واللي ما اتنفخش برضه طري وزي ما انت شايفه كده. بصوا كريب بقى، عيش اللي هو اللي تبرميه كده وتحطي فيه عيش الشاورما، اي حاجه. بصوا لذيذ جدا. تاكلي بيه بقى ملوخيه، تاكلي بيه جبن، تاكلي بيه طعميه سخنه. بصوا ماشي معاكي في اي حاجه. بصوا منفوخ ازاي وفاضي من جوه. احلى وقطع عيش ممكن تعمليه في دقايق زي ما انت شايفه كده، مش مكلف خالص. وزي ما قلت لك ينفع معاكي حاجات كتير زي ما انت شايفه، شاورما بقى، كريب، اي حاجه هتعمليه. جايبه عيش، جايبه مثلا طعميه سخنه وعايز تفطري بيها. ممكن تحطي مثلا بيض وتعمليه كده سندوتش بيض مقلي مع جبنه رومي وتسيحيها كده في بين العيش، تحفه برضو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وزي ما انتم شايفين سهل وبسيط جدا ومش مكلف خالص. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وينفع على فكرة طريقة العيش دي بالعيش اللي هو اللي هو الحبة الكاملة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.